السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كانت كلمتني بالنسبة للبحث الثانوي التجاري سنة أولى. البحث انت هتحله ازاي؟ طبعا انت بتكتب في السيرش في البحث على الفيسبوك مدرس التعليم التجاري بالمحل، بيظهر لك اسم الصفحة. بتقعد تنزل في البوستات اللي موجودة والمنشورات اللي موجودة لحد ما تلاقي مكتوب بحث كامل النموذج التاني للصف الأول التجاري. أول حاجة بتعملها بتفتح الورقة الأولانية. طبعا ده البحث اللي هو الخاص بالبطالة. تمام. بتنزل كده، بعد كده بتجيلك الورقة الأولانية. سيادتك بتكون مجهز حوالي 7 ورقات 8 ورقات عرايس. بتبدأ ترص نفس الرصة اللي قدامك دي. أول حاجة كده تعمل مربع تكتب فيه وزارة التربية والتعليم التجاري الفني. تمام كده، أو التعليم الفني. تمام. تعمل مربع تحته تاني برضه تكتب مديرية التعليم التربية والتعليم بالغربية. انت محافظة ايه؟ محافظة الغربية مثلا. تمام. إدارة ايه؟ غرب ولا شرق التعليمية؟ تكتب مثلا إدارة غرب. المدرسة بتاعتك اسم مدرستك. طبعا الكلام واضح قدامك. الصف الأول التجاري. تمام. لو ده الصف التاني يبقى الصف التاني، مش مشكلة. تخصص والشعبة بتقوم جاي كده كده شعبة عامة. انت دلوقتي سنة أولى في شعبة عامة، مش في شعبة تسويق أو شعبة قوامة أو أيا كان. انت في شعبة عامة. تمام. بحث تطبيقي رقم. بتكتب البحث اللي انت بتكتبه دوت. البحث اللي هو انه البحث التاني اهو، اللي هو انه بحث مكتوب انه ده الصف اللي هو بحث كامل النموذج التاني. يبقى اللي هو اسمه ايه؟ تكتب هنا النموذج التاني او البحث التاني. تمام. عنوان البحث تكتب مثلا البطالة، كابوس البطالة، سلبيات البطالة، وايا كان انت بتختار اسم او عنوان بحث براحتك. مقدم البحث انت تخلي شخص واحد بس اللي يكتبه، محدش يكتب 5. الخمسة ده اللي بيبقى بيتقدم على النت. انما هنا تقدم بس شخص واحد، اسمك انت، وتكتب الكود بتاعك. وانا عملت شرح قبل كده ازاي بتجيب الكود. بعد كده بتبدأ تكتب المقدمة اللي قدامك دي، وانت تحاول تغير في المقدمة. مش لازم تكتب بالظبط، حاول تنوع في الكلام وتغير في الكلام اللي قدامك. تمام. طب انت مش عارف، مخك مش شغال، او انت مش عارف تعمل حاجة، اكتب زي ما هو مكتوب بالظبط، ما تبدعش. تمام. مفيش مشكلة برضو. بعد كده تكتب عناصر البحث. 1 2 3 4 5. تحط عناصر البحث اللي انت بتتكلم عنه زي ما هو مكتوب قدامك كده. مفهوم البطالة وانواعها. بعد كده تكتب رسوم ورا بعض. بعد كده تبدأ تكتب الموضوع بتاع البحث بقى. تكتب أول حاجة تعريف البطالة. تعريف البطالة بالإنجليزي تقوم جاي كاتبه بأنها عبارة عن تعبير يطلق على الأفراد الذين يعيشون بلا عمل، أي متعطلون. تبدأ تكتب الكلام ده، وحاول انت تألف أو تكتب في محتوى او تبحث على النت عن تعريف تاني، او انت تكتب في التعريف، مفيش مشكلة. بعد كده بتذكر انواع البطالة. كنت تكتب البطالة اللي انت عارفهم في المنهج بتاعك، كنت تزود من عن اللي هو موجود ده. يعني تكتب اللي موجود عندك في المنهج وتزود دول، مش مشكلة. او تكتب دول وخلاص. المواد اللي هم التلاتة دول، اللي هي الهيكلية والاحتكاكية والدورية. بعد كده تبدأ تكتب أسباب البطالة، اللي هي الهجرة، وتبدأ تتكلم في نفس الكلام. تمام. او زي ما انت شايف كده قدامك البحث موجود. اللي هو عايز يشوفه اكتر بوضوح هتلاقيه موجود على صفحة مدرس التعليم التجاري بالمحل. وترص نفس الكلام برضو. عرض تقديمي موجود قدامك اهوت. وتكمل وظائف البنك. تمام. دوت بالنسبة للبحث. بتكتبه في حوالي 6 ورقات او 7 ورقات. وتخلص بحثك خالص زي ما هو مكتوب كده في الورق. مش هتعمل فيه اي ابداع، هو نفس الكلام ده. تجيب ورقة وتقعد تكتب الكلام ده. خلصت الكلام كله. في الآخر خالص، الأساس القانوني الذي أقيم عليه البحث. أقيم هذا البحث وما جاء به من مصادر عن قانون الأهلية التجارية، والذي نص على قانون الأهلية. يتضمن المواد اللي هي 14 و13 و12 و11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. الأحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية. بعد كده بتذكر المصادر انت ايه جبت منها. انت جبت البحث منين؟ من مبدأ من ايه؟ من كتاب الاقتصاد، من كتاب القانون، من كتاب التسويق، من الكتب المدرسية، من المكتبة المدرسية. وتبدأ ترص الكلام ده واحدة واحدة. ده في الآخر اللي هي مصادر. كده بقى أنت عملت البحث بتاعك. مسموح لك إنك أنت تكتب بتلات أقلام ألوان.
مثلا احمر واسود وازرق مش مشكله، وتنسق البحث بتاعك بخط حلو وتبدا تقدمه. الموضوع سهل مش صعب. عرفت بتعمل ايه؟ اول حاجه ايه؟ ده البحث بتاعك، ما تكتبش منه اي كلمه في البحث. تبدا تكتب من الاول، دي اول ورقه تخلصها، تكتب العنوان. خلصت العنوان تكتب مقدم البحث والكود. الصفحه اللي بعدها بتقدم المقدمه، بتكتبها كلها. خلصتها بتخش على ايه؟ على العناصر. خلصت العناصر خش على مواضيع البحث وتخلصهم بقى واحده واحده لحد ما تخلص البحث خالص. نفس الكلام صفحه صفحه. دي الصفحه السادسه تخلصها كلها، السابعه، الثامنه، التاسعه، العاشره، والحداشر، وعندك الاتناشر اهيت، والتلاتاشر. ودي المصادر دي اخر حاجه بتكتبها. وبكده بقى انت خلصت البحث. الموضوع سهل مفيهوش فيه اي تعقيد. بالنسبه للناس اللي هي عايزه تجود واللي عايزه تعمل باوربوينت في اسطوانه، النهارده ان شاء الله بالليل هعمل اللي هو الايه، البحث يتقدم في اسطوانه. في ناس ممكن تقدمه من غير اسطوانه، وناس بتقدم باسطوانه عادي، مش مشكله، الاتنين صح. كده كده انت هتكتب في البحث في اللي هو النظام اللي هو الباوربوينت اللي هو موجود في الاسئله، احنا كاتبينه برضه في البحث اللي هو الكتابي ده. وبكده انت خلصت البحث، مفيهوش اي صعوبه وسهل ان شاء الله. لو في عندك اي سؤال عايز تقوله شوف تعليق وانا هرد عليك بيه. السلام عليكم.